واحد من العمال بينادي عليها وبيقول لها إن في جمجمة تحت التراب، ولما بتحفر بتطلع هيكل عظمي كامل لإنسان. وساعتها راجا بيتصدم وبيسأل إزاي الجثة دي بقت هيكل كده بسرعة، ده الراجل مختفي بقاله 4 أيام بس، يعني ملحقش يتحلل. فبتشرح له ديفا إن تحول الجثة بيحتاج من 6 ل 12 سنة، إلا في حالة واحدة بس، لو كان في كائن اسمه الكائن المغناطيس موجود في التربة، وده كائن بيكون عنده القدرة إنه ياكل لحم الجثة بالكامل في أقل من أسبوع. وبتقول له غالبا ده اللي حصل مع الجثة دي، وبعد كده بتسلمه الهيكل وبتشكره على مساعدته، وبتقول له إن كده مهمتها خلصت وهي هتمشي. بس لما النائب بيتكلم معاها بيكون مستغرب جدا من سرعة تحلل الجثة، وكمان بيكون قلقان لأنهم ما لقوش أي أثر لملابس السائح اللي كان لابسها. وبيقول لها إنه بعت الهيكل للطب الشرعي وهيتواصل معاها أول لما التقارير تجيله. وبعدها ديفا بتروح تقابل دكتور الطب الشرعي بعد ما اتأكدت إن مفيش كائن مغناطيسي في التربة، وبتقول له إنها مش فاهمة إزاي الجثة اتحللت بالسرعة دي. فالدكتور بيقول لها إن هو كمان متفاجئ ومش لاقي أي تفسير، وبيقول لها إن أول ما التقرير يطلع هيقول لها.